تصريح فجر جدل واسع في الساحة الرياضية السعودية، وتصدر الترند بعد تغريدة للإعلامي عادل الملحم اللي قال فيها إن سالم الدوسري مو من أفضل 10 نجوم سعوديين. السؤال اللي رجع النقاش: كيف صار أفضل لاعب آسيوي إذا ما هو ضمن الأفضل عند الإعلاميين؟ غرد الملحم: سالم الدوسري ليس من أفضل 10 نجوم سعوديين، مما أثار تفاعل كبير بين جماهير الهلال والمتابعين. بس على الجانب الآخر، سالم الدوسري حقق إنجازات كبيرة مع الهلال والمنتخب السعودي، مثل دوري أبطال آسيا وبطولات محلية، وكان له دور مؤثر في الفوز على أندية قوية آسيوياً. الجمهور انقسم بين مؤيد للملحم اللي يشوف إنه يقيم الأداء الفني، ومعارض يشوف إن الجوائز تعتمد على الإنجازات والنتائج، مش بس على مستوى الأداء الفردي. الموضوع واضح، تقييم اللاعبين يختلف بين الأداء الفني والإنجازات. وإنت برأيك، هل سالم يستحق لقب أفضل لاعب آسيوي رغم كلام الملحم؟ اكتب لنا رأيك بالتعليقات، ولا تنسى تعمل لايك وسبسكرايب